في قرية هادئة تحيط بها الحقول الخضراء عاشت فتاة تدعى ليل، اشتهرت بجمالها الأخاذ وأخلاقها الرفيعة. لم تكن محبوبة بين أهل قريتها لجمالها فقط، بل لرقتها وثقافتها التي جعلتها محط إعجاب الجميع. نشأت في كنف أسرة كريمة تقدر العلم والاحترام، وكانت والدتها تراها زهرة نادرة لا تستحق أن تقطفها أي يد. وذات يوم جاء إلى القرية شاب يدعى ياسين، قادما من قرية مجاورة. كان معروفا بين قومه بثروته الهائلة ونفوذه الكبير، إذ كان ابن أحد كبار ملاك الأراضي. سمع بجمال ليلى ورقتها، فقرر أن يتقدم لخطبتها، ظنا منه أنها ستكون الزوجة المثالية لحياته المترفة. وصل والد ياسين إلى بيت ليل حاملا الهدايا الفاخرة، وعرض يدها لابنه بكل فخر. استقبل والدها الضيوف بترحيب واحترام، لكنه لم يبدي الموافقة الفورية، بل نظر إلى ابنته متسائلا: هل سيكون هذا الزواج مناسبا لها؟ أما والدتها فكانت أشد حزما، إذ لم ترغب في أن تبتعد ابنتها عنها أو تغادر قريتها إلى أخرى مجهولة. في مساء ذلك اليوم جلست ليلى مع والدها في الحديقة الصغيرة أمام المنزل. كانت عيناها مليئتين بالتساؤلات، لكنها لم تنطق بكلمة. سألها والدها برفق: ما رأيك يا ليل؟ تنهدت بعمق، ثم قالت: أعرف أن ياسين رجل ذو مكانة، لكنه غريب عني، لا أعرفه جيدا، ولا أدري إن كانت سأكون سعيدة في قرية أخرى. ربت والدها على كتفها قائلا: الزواج ليس مجرد انتقال إلى مكان جديد، بل هو حياة بأكملها، وعليك التفكير مليا. وفي المساء اجتمعت العائلة لمناقشة الأمر. أبدت الأم اعتراضها قائلة: كيف لنا أن نرسلها بعيدا؟ نحن نعرف أهل قريتنا، لكننا لا نعرف أولئك القوم. حاول الأب تهدئة الأمور، لكنه كان ممزقا بين رغبة العائلة في إبقاء ليلى قريبة منهم، وبين فرصة زواجها من رجل يضمن لها حياة كريمة. تلك الليلة جلست ليلى قرب نافذتها، تحدق في السماء المظلمة، بينما الأفكار تتلاطم في رأسها. لم تكن تفكر في الثروة أو المكانة، بل في الشعور بالانتماء. هل يمكنها أن تبدأ حياتها في قرية أخرى؟ في اليوم التالي التقت بصديقتها المقربة هند، التي كانت تدرك مشاعرها الحقيقية. سألتها هند: هل تحبين ياسين؟ أجابت ليلى بصوت خافت: لا أعرفه جيدا، فكيف لي أن أقرر؟ ابتسمت هند وقالت: القلب يهتدي إلى طريقه، لكن العائلة ترى الأمور أحيانا أوضح منا. مرت الأيام، وعائلة ياسين تنتظر الرد. لم يكن القرار سهلا، إذ كان الجميع يدرك أن هذا الزواج سيغير حياة ليلى بالكامل. اجتمع والدها مع رجال القرية وتناقشوا في الأمر، فقال أحدهم: الزواج ليس مجرد مصلحة، بل هو توافق أيضا. هل تعتقد أن ليلى ستجد الراحة هناك؟ لم يجب الأب مباشرة، بل طلب مزيدا من الوقت للتفكير. أما الأم فكان قلبها يعتصر ألما، إذ لم تستطع تقبل فكرة أن تعيش ابنتها بعيدة عنها. أما ليل فكانت تعيش في دوامة من الحيرة، بين قبول حياة جديدة في مكان مجهول، أو البقاء في قريتها مع عائلتها، لكنها تخسر فرصة قد تغير حياتها للأفضل. في صباح اليوم التالي جاء ياسين بنفسه إلى القرية، راكبا جواده الأسود، مرتديا ملابس أنيقة تعكس مكانته. أراد أن يرى ليلى بنفسه ويتحدث إليها مباشرة. وعندما توقفوا أمام منزلها شعرت ليلى بتسارع دقات قلبها. بدا واثقا، لكنه لم يكن متكبرا. قال لها: أعلم أنك حائرة وأحترم ذلك، لكني أعدك أنني سأرحل إن طلبت مني ذلك. فوجئت ليلى بكلماته، إذ ظنت أن زواجهما يعني تخليها عن كل شيء. نظرت إليه مطولا، محاولة قراءة مكنون عينيه الهادئتين. في ذلك المساء اجتمعت العائلة مجددا، وكان الجميع ينتظر قرار ليل. وبعد أيام من التفكير قررت رفض ياسين،
لأنها كانت تحب ابن عمها وتريده شريكا لحياتها. لم يكن ياسين معتادا على الرفض، خاصة من فتاة من قرية صغيرة مثل قريتها. شعر بالإهانة الشديدة، وكأن كرامته قد ديست أمام الجميع. ومع مرور الأيام ازداد غضبه، خصوصا بعد أن علم بأن ليلى وافقت على خطبة ابن عمها العائد من سفره. اشتعلت نيران الحقد في قلب ياسين، وبدأ يفكر في الانتقام. لم يكن يريد خسارة ليل، ليس حبا، بل انتقاما لكبريائه المجروح. بدأ بمراقبتها، متتبعا تحركاتها، حتى حانت اللحظة المناسبة. وفي أحد الأيام، بينما كانت ليلى تسير وحيدة إلى منزل صديقتها، انقض عليها ياسين كذئب مفترس. اختطفها في سيارته، متجها بها نحو المجهول. حاولت المقاومة، لكن قوته تفوقت عليها. كانت تبكي بحرقة، مستنجدة، لكنه لم يستمع. وعندما توقف في مكان مهجور، ارتكب فعلا شنيعا: سلبها أعز ما تملك، ثم تركها تعاني في صمت وذل. عادت ليلى إلى منزلها محطمة، مكسورة القلب، تشعر بأن الحياة قد انتهت بالنسبة لها. لم تستطع إخبار أحد بما حدث، خوفا من العار. وبعد أيام، عاد ياسين ليتقدم إليها مجددا، لكن هذه المرة لم يكن يطلب، بل كان يفرض نفسه. جلس أمام والدها بثقة وقال: أريد يد ليل. نظر إليه والدها بدهشة، قائلا: لكنها مخطوبة لابن عمها. ابتسم ياسين ابتسامة تحمل تهديدا، ثم قال: أعتقد أن ليلى ستغير رأيها هذه المرة. كان في عينيه شيء مخيف، جعل ليلى تفهم أنه لن يتراجع. وعندما نظر إليها والدها مستفسرا، خفضت رأسها، قائلة بصوت ضعيف: لا أريد الزواج الآن. كان ذلك اليوم بداية النهاية بالنسبة لها. شيئا فشيئا تحطمت حياتها. اضطرت للموافقة على الزواج من ياسين، خوفا من الفضيحة. لكنها لم تكن عروسا سعيدة، بل أسيرة انتقامه. عاشت أيامها في عذاب، مسلوبة الإرادة، محاصرة في حياة لم تخترها. وبعد أشهر، قررت أن تفعل ما لم تتخيله يوما: الهروب. وفي صباح يوم، استيقظ ياسين ليجد أن ليلى قد اختفى. حملت حقيبة صغيرة، وغادرت نحو المجهول، إلى مدينة لا تعرفها، حيث لا أحد يعرفها، ولا أحد يحكم عليها. وهكذا بدأت حياة جديدة، لكنها كانت تتساءل دوما: هل كان الهروب هو الحل الصحيح؟